اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن اشياء تساعدنا في عدم اتزان الطاقة. تساعدنا هنا تحمل المعنى السلبي، يعني لو عملناها بتساعد ان الطاقة السلبية كلها يا اما تتحمل او تتخزن او ما يبقاش فيه اصلا طاقة ايجابية بسبب سيطرة الطاقة السلبية على كل افكاري وكل حياتي. يفضل ان احنا لو عندنا نسبة طاقة سلبية بنسبة 80%، فيبقوا 20% الباقيين طاقة ايجابية على الاقل. هنجاوب النهاردة على سؤالين 2 بس، هنتعمق في كل سؤال وهشرح كل سؤال على كذا جزء. اول سؤال: ما معنى اتزان الطاقة؟ اتزان الطاقة معناه افضل على مدار 24 ساعة عندي طاقة ايجابية. الطاقة الإيجابية تشمل كل ما هو حركة، كل ما هو نشاط، كل ما هو شفاء. طيب، كل ما هو حركة يعني طاقة، كل ما هو مجهود يعني بذل من الطاقة. فأنا لو عملت مقدار جهد حركة هبقى محتاجة أشحن طاقة بعد ما أخلص. هحس مثلا ان جسمي ابتدى يتكسر، مش قادرة اقف، رجلي وجعتني بسبب بذل المجهود الكبير اللي انا بذلته في الوقت الحالي. خلينا نفرق الاول ما بين بذل المجهود الكبير وبذل المجهود القليل. عشان كده دايما اقول نظموا حياتكم على مدار الاسبوع، اللي هو بذل جهد بنسبة 20% اول يوم طاقة. الجهد هنا اقصد بيه الطاقة. نسبة الطاقة في تاني يوم هتبقى 20، وهكذا لحد مدار الأسبوع، لحد يوم الخميس، علشان ما نجيش على نفسنا في يوم معين ونبتدي نلاقي نفسنا ان احنا عندنا مجهود أزيد علشان ما بذلناش مجهود بانتظام أو بنظام طول الأسبوع، أو يجي آخر الأسبوع وإحنا مش قادرين وفاصلين وعندنا قدرة طاقية بسيطة جدا تكاد تكون معدومة بسبب ان احنا استنهزنا واستهلكنا كل كمية الطاقة في اول 3 ايام او حتى اول يومين. ده يبقى على الاقل مفهوم اتزان الطاقة، ان انا يبقى عندي اتزان طاقة طول الاسبوع. انا شبهت اتزان الطاقة ب20% مثلا. انتوا حابين تعملوا سيستم او تبرمجوا الاسبوع بتاعكم على 30، على 40، على 25. تستموا الاسبوع بتاعكم زي ما تحبوا، بس الاهم من كده ان انتم ما تستهلكوش الطاقة كلها في يوم واحد او في يومين، علشان طول الاسبوع يبقى عندكم انرجي وحركة. في طبعا حاجات معينة بتساعدنا على اتزان الطاقة طول الاسبوع، او على الاقل لو احنا عندنا قدرة معينة في استهلاك الطاقة كلها في يوم او 2، يبقى عندنا مصادر معينة بتدينا نسبة شحن طيلة الاسبوع. فدي ستيب او بوينت مهمة محتاجين ان انتوا تعرفوها. الستيب المهمة دي اللي هتدينا نسبة شحن طول الاسبوع لازم نبقى على اتصال بيها اغلبية الوقت. في نفس الوقت اللي الطاقة بتخرج منه في طاقة بتدخل، عشان دايما في حاجات كده في الديانات كلها بيقولك ايه، روح اعمل كذا هتحس انك ارتحت. روح بتبقى مسكنات بسيطة. لو انا مش ناوية امشي على الستيب دي لمدة 3 شهور على الاقل، يبقى عندنا اتصال مناسب علشان اعوض نسبة الطاقة اللي خارجة. نسبة الطاقة هي اللي هتحدد شعورنا في اليوم وهتحدد بذل المجهود. خلينا نبتدي، بس قبل ما اقول اي حاجة بجملة معينة كده محتاجة اعرفها لكم، وانا بقولها كتير في الفيديوهات اللي فاتت، ان استمدادنا الطاقة من ربنا هو اكبر مصدر شحن. فاي حد عاوز يكمل مصادر الشحن مفيش غير ربنا. مش شايفة ان في مصادر شحن تانية غير انها هتبقى مؤقتة، لكن ربنا هو مصدر الشحن الوحيد اللي هيبقى متصل، وهيبقى طبعا منك الاتصال بيه منك انت، بس مش هيبقى مؤقت، هيبقى دائم. اشياء تسبب عدم اتزان الطاقة: اول حاجة البعد عن مصدر الشحن اللي هو العظيم والكبير اللي هو ربنا. البعد عنه بكذا حاجة، يعني مثلا ممكن ما اصليش،
ممكن ما اديش نوع من انواع الفروض اللي المفروض اديها، زي مثلا فرض الذكر، محتاج ابقى متصل بذكر معين علشان يديني طاقة معينة، حتى لو انا مش عايزة طاقة حركية، يديني طاقة نفسية لهالتي انا النفسية، في استيعابي للكلام اللي داخلي من الناس اللي حواليا، استيعابي للوقت بتاعي، استيعابي للمجهود بتاعي، حتى خصوصا في نسبة الوقت، يبارك لنا في الوقت أثناء الشغل. تاني بوينت في أشياء تسبب عدم اتزان الطاقة، وهي التسويف أو الكسل أيا كانت معناه. يعني أنا بسمع المعنى بتاع التسويف ده كل مثلا ما افتح انستجرام واشوف الفيديوهات، لكن بالنسبة لي أنا لو أنا يعني بأجل عمايل حاجات معينة بيبقى كسل بالنسبة لي. فبلاش كسل، ابدأوا حتى لو انتوا عندكم وقت طويل بعد ما تخلصوا للراحة، ابدأوا خدوا بريك كبير، لكن ما تسيبوش الموضوع مفتوح وانا هعمل بكرة، هعمل بعده. ابدأوا من النهاردة وانهوا المهمة خالص. برضو عاوزاكم تفتكروا دايما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله من الكسل. ابدأوا، وفي الحركة بركة زي ما بيقولوا، وكل الموضوع ان احنا بس اول ما هنبتدي هنلاقي ربنا بيساعدنا. تالت ستيب ممكن يبقى ليها علاقة بالستيب الاولانية اللي انا لسه قايلاها، بس الانقطاع عن مصدر الشحن عامل زي بطفي وبقيت النور في نفس التوقيت، اللي هو انا عمالة بطفي وبقيت، بطفي وبقيت، بطفي وبقيت، كأني ما عملتش حاجة، وفي نفس الوقت مع الوقت اللمبة هتتحرق، كأني ما اتصلتش اصلا بربنا. فترات الانقطاع دي ممكن تبقى بتسبب لنا برضو مع الكسل كسل زيادة، فانا عمالة بتصل بربنا في اوقات معينة وما بتصلش في اوقات معينة، اللي هو انا عايشة بمزاجي. عامل زي برضو اللي مش منتظم في الصلاة، كأنه ما بيصليش، كأنه ما عملش حاجة. حتى دايما في ناس كتير تقول انه الاتصال او الاتصال الدائم بربنا اللي هو الصلاة، حتى لو الانسان ما عندوش قدرة نفسية ان هو يعمل كده، على الاقل يفضل متصل، علشان الاتصال ده بيدي روح فيما بعد للانسان، وبيدي نفسية، وبيدي شعور بالانجاز. انا مهما كنت متضايق بس انا صليت، بعد مدة بلاقي نفسي ما عملتش حاجة، اللي هو انا كنت متضايقة وفي نفس الوقت ما عملتش، كنت متضايقة وفي نفس الوقت ما عملتش، فمفيش اي حتى شعور بالانجاز. ابدأوا، ومع الوقت هتحسوا بالانجاز وشعور بالانجاز، هيديكوا نسبة دفعة للامام، ويديكوا حتى دفعة للاوقات اللي انتوا تبقوا فيها سعداء او حتى مرتاحين نفسيا، ان انتوا تصلوا بطريقة احلى واعمق، ومتصلين بربنا بطريقة مثالية. وكده نبقى خلصنا الحلقة بتاعتنا. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.